الله الله. مسيف كانت بغير محل اخواتي وانا متاكد من هالامر، يعني مسيف ما كانت بفيلتها. السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. طبعا اصدقائي بالساعات اللي مضيت نزلوا كثير اشاعات على ام سيف، ونزل عالم ما له معنى عم بتشوه بسمعه ام سيف وعم بيقولوا مقلب وعم يتمسخروا. هاي الشغله اخواتي ما فيها مسخره وما فيها مزح، لا تقول انه انا مخطوف وما بعرف ايش، هذا الشيء غلط. انت هون عم تضرنا نحن وعم تضر ام سيف، نحن الناس اللي رح نساعد ام سيف مثلي ومثل اي يوتيوبرز شريف عم بيطلع، بس انك تساوي قصه هذا الشيء غلط، عم تشوش الناس هون. ما لنا فيها، نحن ما حابين نحكي عن الناس، بس رجاء الكل ياخذ الوضع والمساله بكل جديه اخواتي، لانه هذا الشيء مو معقول انه مقلب. اول شيء لو ام سيف حابه تساوي مقلب، اول شيء بتطول القصه وبتعطينا تفاصيل واحداث اكثر من هيك، وبتحط اعلانات، بتفعل الربح على هذا الفيديو اللي نزلته. اخواتي فكروا فيها شوي، او يعني فكروا بالحقائق اللي فرجيتكم اياها بقبل هذا الفيديو. اللي ما شاف الفيديو بتمنى منكم تروحوا تشوفوا الفيديو، شوفت حقائق ما بتوقع انه قبلي حدا مفرجيها عن فيديو ام سيف. طيب اخواتي، اليوم جبت لكم كمان 4 فيديوهات بالساعات الماضية نزلوا بشكل غامض وغير متوقع اخواتي، فيديوهات مو كتير حدا حيكي عنها ومو كتير من الناس لفتت انظاره، بس انا لفتت انظاري وجبت لكم 4 الفيديوهات هدول لليوم نكشف الحقائق ونكشف شغلات على ام سيف اكثر واكثر، وقصة الفيديو الغريب اللي نزلته على قناتها. طيب اخواتي خلينا نبلش باول فيديو. اول فيديو اخواتي بنشوف انه في صوت نانو وصوت ام سيف عم يحكوا بالتركي، حكت كلمه انا رح اقول لكم اياها وفي شرطه بالموضوع، فخلينا نشوف الفيديو مع بعض ونحكم بالاخير على الفيديو. الله الله. هون اخر كلمه اللي التركيه اللي قالتها نانو او ام سيف، لانه اصواتهم اثنيناتهم بيشبهوا بعضهم وتاكدوا من الصوت، بتمنى من الكل يحط سماعات. قالت صنانه، يعني انت شو لك دخل؟ اخواتي انا هذا الفيديو مالي متاكد منه وما حابب اقول شيء ما تاكدنا منه، بس جبت لكم معلومات مشان تطمنوا، لانه عن جد في ناس وفي محبين لام سيف اجوا وتواصلوا معي، جاد استمر، جاد بدنا حقائق اكثر واكثر. فاخواتي مثل ما شفتوا الفيديو حكوا كلمتين بالتركي، اول كلمه مثل ما شفتوا اللي حكيتها قلت لكم عليها، ثاني كلمه قالت له صنانه يعني انت شو لك دخل. فما بعرف تحليلكم لهذا الفيديو، انا ما عندي تحليل وما عندي تفسير الا ما اتاكد من هاي المعلومه نظامي. فخلينا نفوت للفيديو الثاني. الفيديو الثاني اخواتي في اصوات وطلعت هيك ملامح جيفارا العلي وفي اصوات رصاص، فما بعرف كمان هذا الفيديو ماني متاكد منه، بس لعل وعسى انه يطلع من هذا الفيديو ومن هدول الفيديوهات اللي جبت لكم اياهم واحد مثل ما بيقولوا صادق. فخلينا نتابع الفيديو. هون بالتركي عم بيقول ياط ياط ياط، يعني انبطح على الارض او نزل راسك او نام، يعني لها كثير معاني اخواتي. الكلام بالتركي الكلمه واحده لها كثير معاني، فيمكن انا بقول هدول صوات شرطه. خلينا نكمل الفيديو. اسمعوا صوت عم بتصيح باسم جيفارا، رجعوا اسمعوا الصوت. طبعا اكيد هاي بتكون ام سيف، لانه انا متاكد 100% انه هذا صوت ام سيف، انا متاكد 100% انه هذا صوت ام سيف. اخواتي الفيديو كمان هذا ماني متاكد منه، كثير غامض، ومثل ما بقول لكم نحن ما راح نحكم وما راح نقول شيء الا مثل ما بيقولوا ليبان اليقين. فاخواتي خلينا ننتقل للفيديو الثاني. الفيديو الثاني بدعي صاحب الفيديو انه هو راح لفيلة ام سيف وشاف الفيلا كثير مكركبه وما في حدا، ومنعوا حارس الفيلا انه يدخل اكثر واكثر للفيلا. فخلينا نشاهد الفيديو مع بعضنا ونشوف ونحكم على هذا الفيديو. يا جماعه هاي انا مثل ما وعدتكم جيت على بيت ام سيف، تمام، والبيت ما فيه حدا، شوفوا يعني، وحتى قال لي الجوفاليك. هلا انا ماني متاكد انه هاي فيلة ام سيف اخواتي، بس بيدعي الشخص انه هاي فيلة ام سيف. الحرس سالته عليهم قال لي انه اليوم الصبح حبوا اغراضهم وراحوا، تمام.
فاللهم صل على سيدنا محمد. قلت له انا انه الكلب بالحديقه وهيك ما معقول يتركوه لك، واذا انتبهت هون. مثل ما شفتوا اخواتي في لخبطه شوي بالفيلا وفي شغلات غريبه مثل ما قال صاحب الفيديو. اخواتي هذا الفيديو الثالث اللي جبت لكم اياه. خلينا ننتقل للفيديو الرابع. الفيديو الرابع اخواتي انا تحققت من الامر وشفت انه ام سيف مصوره بغير فيلتها، يعني ام سيف ما كانت بفيلتها، ام سيف كانت بغير محل اخواتي، وانا متاكد من هالامر. خلينا نتحقق من الامر انا وانتم ونشوف الموضوع شو هو. طبعا اخواتي هذا الفيديو تبعيت ام سيف اللي كلياتنا بنعرفه. طبعا اخواتي كلياتنا لاحظنا انه على الشغلات اللي وراها، وبنلاحظ انه المساحه اللي وراها كثير كبيره، مو معقول انه تكون هاي فيلة ام سيف. انا باعتقادي انا في فيديو مصورته، تتذكر اخواتي لما نزلت فيديو انه بيتي الجديد او اشتريت فيلا من هالشغلات، يعني نزلت. خلينا نشوف الفيديو مع بعض انه وتتاكدوا بعينكم. شوفوا الغرف مع بعض ايش قد صغيره من جوا، انه في صغر بالاوض، بس الاوضه اللي هي قاعده فيها كانت كبيره اخواتي، وكان في وراها يعني مساحه كثير كبيره. باعتقادي انه هاي مو فيلة ام سيف، ما بعرف. خلينا نشوف الفيديو. يعني اخواتي فيلة ام سيف ايش قد ما تكون كبيره ما راح تكون بهالتفاصيل وهالمساحه اللي ورا ام سيف. انا باعتقادي انه ام سيف بغير محل، مو بالفيلا تبعيتها. فاخواتي هذا كان حقائقنا وهاي كانت اخبارنا اليوم. الله يسعدكم يا رب، وايش في اخبار جديده ان شاء الله راح انقل لكم اياها اول باول. طبعا اخواتي وقبل ما اسكر الفيديو بوجه رساله لكل شخص عم بيشوه سمعه ام سيف وعم بيكذب ام سيف. هذا الشيء اللي عم بتساويه كثير غلط وكثير حرام، وبجوز انت مثل ما بيقولوا تتحاكم عليه، لانه هذا الشيء وارواح الناس ما له لعبه. نحن كلياتنا طلعنا لنوقف جنب بنت بلدنا، هذا الشيء مو غلط، هذا الشيء مو عيب، بس انت اللي عم تساووه، انتوا اللي عم تساووه، عم تكذبوا ام سيف عيب. برجع بقول ام سيف لو تعمل قصه او بدها تعمل قصة مشان ربح او مشان مشتركين مشان مشاهدات، ما شاء الله عليها ام سيف ما لها لازم هذول الشغلات كله، لانه الحمد لله مشاهداتها منيحه ومشتركينها منيح، في عندها محبين كثير. فباعتقادي انه هذا الفيديو نظامي وفي شيء خطر عم يستنانا بالطريق باعتقادي انا. الله يهدي النفوس والله يرجعك اذا كنتي مخطوفه يا ام سيف. واخواتي برجع بقول هاي الحركه برايي انا انه في ناس كيمشينا اكثر ما تكون هاي الحركه انه انا بخطر. هاي الحركه بتدل انه في ناس ماسكين، تمام؟ فاخواتي ما بنعرف لحد الان مين ماسك ام سيف، ما بنعرف شو عم بيصير هلا مع ام سيف. في اغلبكم بيقول انه روح لعندها. هون بتركيا الوضع مو مثل ما انتم مفكرين بعقلكم، اذا بدنا نروح من هون لهون لازم ناخذ اذن الدوله، والاذن بعد 15 يوم ليطلع لك اخواتي. لو بيطلع بايدينا شيء ما بنقصر اخواتي. فالله يسعدكم يا رب، بحبكم كثير، وان شاء الله ايش في اخبار جديده رح انقل لكم اياها اول باول. والسلام عليكم.